بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رد من اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية. أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية موقفها من الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية. وذكرت اللجنة الأولمبية عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت تمت إحالة الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة إلى اللجنة المختصة لدراستها. أضافت اللجنة الأولمبية تتعلق الشكوى بواقع مرتبط بمباراة القمة في الدوري المصري، مؤكدا أنها ستسعى للبث في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة القادمة من المباراة. وكان النادي الأهلي قد ذكر عبر بيان رسمي صادر في وقت سابق من اليوم أن مجلس إدارته قرر التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية اتجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف بحسب نص البيان. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.